احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو الاسئله اهو زي ما وعدتكم. النهارده هنجاوب على كل حاجه انتوا سالتوها. لو كنت كتبت لي اي سؤال في البوست اللي فات اللي انا نزلته على اليوتيوب هجاوبك النهارده في الفيديو ده. يلا نخش في الحلقه، يلا بينا نتكلم. كنت منزل بوست في الكوميونتي في المنتدى بتاع اليوتيوب، جالي اكتر من سؤال، النهارده هنتكلم عليهم كلهم. نمسك اول سؤال اللي سأله احمد عبيد. طبعا لو قلت اي اسم غلط في الفيديو ده شباب ما تزعلوش، اللي بعت السؤال اسمه احمد عبيد. ماشي، اولا عاش يا كوتش، استمر، شكرا. السؤال دلوقتي يا كوتش، انا باخد كرياتين وطبعا زي ما انت عارف لازم اشرب كميه مناسبه من الميه في اليوم. ده فعلا انا بعمله، بس بلاحظ اني بخش الحمام كتير جدا وبفضل الميه دي كلها. فالموضوع شرب الميه الكتير دول، فالموضوع شرب الميه الكتير ده ملوش لازمه، لان الميه كده كده بتخرج على طول ومش بستفيد بيها ولا الكلام ده عادي وبيحصل مع الكل. بص يا احمد، الكلام ده عادي جدا، والكلام ده امر صحي وطبيعي. عادي جدا لما تشرب ميه وتخش الحمام عادي تفضيها، ده مش جمل يعني، عادي. انت عايز تخزن الميه ليه؟ انك تشرب ميه وتخش الحمام دي حاجه عاديه جدا. دي حاجه. تاني حاجه، هو انت بتشرب ميه عشان الكرياتين؟ لا طبعا. ده انت حتى لو ما بتتمرنش لازم تكون بتشرب ميه كتير. الميه زيها زي الهواء، زي النوم، زي الاكل، زي كل حاجه، لازم تهتم بشرب الميه. انا لو قعدت اتكلم عن اهميه شرب الميه مش هيكفيني ساعتين. عايز اقول لك كام نقطه كده بسرعه، عشان موضوع شرب الميه ده مش اوبشن، مش موضوع اختياري. انا ممكن النهارده اشرب ميه وممكن بكره ما اشربش، الكلام ده ما ينفعش. في لعبتنا دي الميه حاجه اساسيه. الميه زيها زي الاكل، زي النوم، زي التمرين، ما ينفعش تهملها، مش اوبشن. اقول لك اهميه الميه بسرعه. اول حاجه ان جسمك 70% منه ميه. الاجهزه اللي في جسمك دي كلها بتشتغل عن طريق الميه. قله الميه في جسمك هيسبب لك جفاف. بمجرد انك بتحس بالعطش، ده يعتبر علامه متاخره في العطش. هتلاقي شفافك شققت، ده كده علامه متاخره في العطش. ده كده جسمك بينبهك ان في حاجه غلط فيه. لما تحس بالعطش ده يبقى انت كده مش تقوم تشرب، لا ده انت كده تخاف على نفسك. المفروض ما توصلش لمرحله انك تعطش اصلا. 70% من جسمك ميه. انت وانت بتتمرن بتعرق، العرق ده بيطلع معاه فيتامينات واملاح وحاجات كتيره جدا، لازم بتعوضها بالميه. حاجه تانية، وانت ما بتخش الحمام كتير، ده انت كده بتنظف السموم اللي في جسمك. السموم اللي في جسمك دي، جسم الانسان عباره عن سموم، حاجه بتتجمع في الكليه. اي حاجه في الكليه بتنزل مع البول، يعني سبحان الله ربنا خلق كده. انت بتنظف نفسك اول باول بسبب الميه. انا عايز اقولك على حاجه تانية برضو بخصوص الكلى. انت دلوقتي لو واحد بتتمرن وبتاكل اكل طبيعي بس، يعني ما بتاخدش مكملات، ما بتاخدش هرمونات، ما بتاخدش اي حاجه، معتمد على التمرين والاكل بس، لو رحت حللت حاجه اسمها الكرياتينين ده تحليل بيتعمل في الكلى. دي ماده سامه جدا. اي واحد بيلعب حديد واي واحد بيعمل رياضه وبيعمل شده في التمارين وبيضغط على نفسه في التمارين، ماده الكرياتينين دي بتعلى في جسمه. الماده دي سامه جدا. ده انت حتى لو انت ما بتعملش اي حاجه، ما بتاخدش مكملات، ما بتاخدش هرمونات، ما بتاخدش اي حاجه، لو رحت حللت وانت بتلعب رياضه، اي رياضه فيها عنف، خلي بالك هتلاقي التحليل ده عندك عالي. فنصيحه مني، لازم تشرب ميه. كتر شرب الميه هيفيدك انك تنزل وزنك، هيحسسك بالشبع، هيطرد الميه من جسمك. ان جسمك يخزن ميه دي حاجه مش كويسه. فانت ما بتشرب ميه، جسمك بيعتمد ان كل شويه انت بتشرب ميه، فهو بيطرد الميه اللي فيه. ده كده بالنسبة لسؤالك. المية مش اوبشن، لازم تشرب يوميا مش اقل من 3 لتر. ماشي يا عم احمد؟ ايه تاني سؤال ابراهيم محمد. انا عندي شوية جلد زيادة بعد ما خسيت، ولكن بنيت كتلة عضلية، ولكن لسه متبقي شوية جلد. في رأيك في مكمل الكولاجين بيشد الجلد؟ بص يا ابراهيم، اوعى تشتري اي كريم لشد الجلد. الكلام ده كله ملوش اي لازمة. الكلام ده كله هتضيع فلوسك على الارض. ولا كريم موجود في الدنيا بيشد الترهلات وبيشد الجلد الزايد. وفر فلوسك. انت ممكن يكون الحالة دي جاتلك عشان نزلت بالوزن بسرعة، عشان جسمك كان متعود ان هو في شيب معين. لما انت نزلت بسرعة ونزلت في الوزن بسرعة، الجلد زيادة ده عادي جدا وامره سهل. بس اهم حاجة الوقت، اهم حاجة تصبر على نفسك، تلعب رياضة، تاكل اكل كويس، اصبر على نفسك. الجلد مش هيلم في يوم وليلة. الجلد هيأقلم نفسه وهيكيف نفسه على جسمك الحالي. امشي مع التمارين، العب كارديو، ظبط اكلك. تمرين ولعب الحديد هيبني لك عضلات، هيملى لك الحتة الفاضية اللي هي فيها ترهلات.
العب حديد، كل كويس، العب كارديو واصبر هتلاقي نتيجة. ما تاخدش كريمات. ايه تاني؟ طيب سؤال من احمد سمير. انا كنت تخين وانا صغير ولما كبرت خسيت لوحدي، بس عندي دهون من اول الصدر لحد البطن مش موضحه العضلات خالص وباقي جسمي عادي، فلو عايز اخسر الدهون دي اروح لدكتور تغذيه ولا كابتن وهتاخد وقت قد ايه؟ اسف هو السؤال ملخبط شويه. بص يا ابو حميد، لعبه كمال الاجسام دي ما فيهاش حاجه اسمها كم، ما فيهاش حاجه اسمها هاخد وقت قد ايه، ما فيهاش حاجه اسمها هكسب قد ايه وهخس قد ايه. اي حد، وخدها مني كلمه ثقه، اي حد هيقول لك هزودك لو نص كيلو، اي حد هيقول لك نتيجه وارقام معينه في وقت معين، اعرف ان هو بيحور عليك. كلمه دي كلمه كم وهاخد وقت قد ايه وهخس قد ايه وهزيد قد ايه، الكلمه دي والكلمات دي مش موجوده في لعبه كمال الاجسام، مش موجوده عامه. ولا انك تقلل وزنك ده بيبقى ليها معايير، ولا انك تزود وزنك ده بيبقى ليه معايير. فالسؤال ده ما ينفعش تساله تاني. هاخد وقت قد ايه، هزيد قد ايه، هخس قد ايه، الكلام ده كله ما ينفعش. يعني كم واخد وقت قد ايه وهزيد قد ايه وهل قد ايه، الكلام ده مش موجود في اللعبه بتاعتنا. عشان تريح نفسك تروح لدكتور تغذيه ولا الكابتن، لا روح لكابتن. يستحسن يكون عندك في الجيم. يعني شوف الكابتن اللي في الجيم حاول تتابع معاه، هياخد باله منك في التمرينات، هياخد باله منك في ممكن يكتب لك جدول غذائي، انت هتبقى معاه على طول وشايفك كل يوم وشايف التغيرات اللي في جسمك. دكتور التغذية طبعا على دماغنا، بس دكتور التغذية هيكتب لك جدول هيرزعه لك، هتجيله كل شهر مرة ولا حاجة. ناس كتير اعرفها جربت دكاترة التغذية ما استريحوش وكانت بيقولوا عليها تجربة فاشلة. دكتور التغذية هيضرب لك الجدول ومالوش دعوة بعد كده. انت الكابتن اللي في الجيم معك عايز تسأله في اي حاجة هتسأله، هتبقى معاه وانت بتتمرن، هتعمل معاه هتعمل كل حاجة معاه، هيبقى شايفك. ماشي يا عم احمد، وانت شكلك صغير لازم يبقى حد واقف معاك وانت بتتمرن. ايه تاني؟ كوتش انا بقالي شهر ونص في الجيم، كل ما اجي اقول لكابتن ينفع اخد، يقول لي عندي 15 سنه ونص. ياخد ايه بالظبط؟ معلش ياخد مكمله، ياخد باودر لما جسمك يشد شويه. عندك 15 سنه وعايز تاخد مكملات. بص يا فارس، ما ينفعش تاخد مكملات قبل سن 18 سنه. كلام منتهي، هتضر نفسك جدا. اوعى تشتري اي مكمل قبل سن 18. هرموناتك ما كانتش لسه كملت، نموك لسه ما اكتملش، كل حاجه في جسمك متلخبطه. اوعى تدخل حاجه غريبه في جسمك، الدنيا عندك هتبوظ. ما تاخدش اي مكملات، اعتمد على الاكل الطبيعي. انا كل حلقه وكل فيديو وكل كومنت بتكلم عن اهميه الاكل الطبيعي. والاكل تمسك الاكل كده تاكله، مالكش دعوه بالباودر والمكملات والشغل ده. الاكل ده 70% من اللعبه، 70% من هدفك معتمد على الاكل. ظبطت اكلك هتوصل لهدفك. اساطير اللعبه بتقول لك هو الموضوع كله اكل. التمرين بيبقى ثابت طول السنه، كل حاجه ثابته طول السنه. اللعب كله بيبقى في موضوع الاكل. الاكل هيوصلك لفوق يا هيوصلك لتحت. اعتمد على الاكل احسن مليون مره من المكملات. ما تاخدش مكملات قبل 18 سنه، موضوع منتهي. السؤال اللي بعديه مصطفى شعبان عايز اجابه صريحه. ماشي يا عم. شخص عنده 15 ونص، وزنه 60، امرن العضله مرتين اسبوعيا بحيث التراي مع الصدر، الظهر مع الباي وكتف مع الرجل. يوم راح وعيد التمرين مره تانية، باخد 110 جرام بروتين ماكل طبعا مفيش حاجه، مرن العضله مره واحده افضل. يعني انت قلت للناس، انا مش فاهم برضه السؤال، يعني انت قلت للناس الجدول بتاعك ده قالوا لك كتير عليك؟ طب ماشي، انا عايز اسالك كام سؤال. الجدول اللي انت كاتبه ده كويس على فكره، بس خليك معايا للاخر عشان هقول لك هتعمل ايه. بص يا مصطفى، انت بالك قد ايه بتتمرن؟ يا ريت تبعت لي على الانستجرام وتقول لي. بالنسبه للجدول اللي انت كاتبه ده كويس، خلي بالك انا معرفش برضو يومك عامل ازاي، طبيعه يومك ماشيه ازاي، بتعمل ايه مجهود في اليوم. بس هو الجدول اللي انت كاتبه تراي مع الصدر كويس، ظهر مع الباي تمام، كتف مع الرجل. ازاي هتلعب كتف مع الرجل؟ انا شفت ناس بتلعبها بس انا ما بحبهاش الحركه دي، ما بحبهاش خالص. كتف لوحده والرجل في يوم لوحدها تاني خالص. الرجل عايز تقنعني انك هتلعب الكتف الثلاث عضلات مع الرجل اماميات وخلفيات وسمنه؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي هتلعب كل العضلات دي في يوم. ما ينفعش الرجل لوحدها، ده انا بيجي عليا اوقات بقسم الرجل الاماميه في يوم وبعدها بيومين 3 بلعب الرجل الخلفيه. انت تلعب لي اماميات وخلفيات وكتف في يوم واحد؟ ما ينفعش. الجدول اللي انت كاتبه كويس
بس افصل الكتف عن الرجل. ولو عاوزت اي حاجه مصطفى ابعت لي عن الانستجرام. السؤال اللي بعد كده محمد حامد. ومحمد حامد ده سائل كذا سؤال. البروتين الخام نفس النتائج بتاع الواي ولا لا؟ وهل لو خدت 2 سكوب منه 45 جرام في اليوم هيأثر على بطني او المعده ولا لا؟ وعايز حل مشكله طعمه، وانت بتنصح بيه ولا لا؟ بنصح بيه ولا لا؟ انا جت عليا فتره حوالي سنه بستخدمه، سنه بجربه على نفسي، بس كنت بستخدم الايزو. انا كنت عامل فيديو عنه هبقى اسيبهولك في الاي اللي فوق ده. ناس كتيره دخلت شافته وناس كتيره جربته وكله شكر لي فيه. الايزو ده يعتبر مش هيأثر على معدتك خالص، وعن تجربه ومع الناس كلها مفيش حد اشتكى منه خالص. طعمه ممكن تحط عليه نسكويك، تحط عليه كاكاو، تحط عليه اي بودره شوكولاته، كويس وبيعمل نتائج. انا بقول لك قعدت فتره كبيره بستخدمه. بنصح بيه لو معكش تمن الحاجات المستورده اللي عليها اطعمه. سأل سؤال تاني برضو محمد. يا عم كمية الأسئلة دي. محمد حامد برضو عايز أعمل ماس بروتين يكون طعمه حلو. ماس بروتين عايز تعمل شيكر ماس، يعني شيكر للضخامة. سهلة أوي. أكيد طبعا عندك خلاط. هتجيب الخلاط هتحط فيه موزتين، هتحط فيه معلقتين زبدة فول سوداني، هتحط عليه معلقتين عسل. يبقى احنا كده قلنا موز، زبدة فول سوداني، عسل. تحط عليه 50 جرام شوفان، وتحط عليه سكوب واي بروتين، ويضرب الحاجات دي كلها واشربها. شيكر من الاخر، شيكر قنبله. لو عندك اي مشاكل بتعاني من نحافه، وزنك ما بيزيدش، جرب الشيكر ده يوميا مره واحده في اليوم. يعني اول ما تصحى جربه وقول لي. جربه مثلا لمده شهر وقول لي كده ايه النتيجه. وجبه غذائيه متكامله عاليه السعرات. سؤال تاني محمد حامد برضو. سؤال مهم جدا. ماشي. ولو انا باخد بروتين بتمرن وانا عايز قوه مش شكل عضله، هل لو تمرنت من غير ما اخد بروتين هيزيد نفس القوه اللي لو خدت بروتين واتمرن، ولا البروتين بيخلي شكل العضله حلو بس؟ ولا البروتين زيه زي سؤال الميه بالظبط. البروتين مش اوبشن. البروتين ده اصلا انت المفروض تاكله حتى لو مش بتتمرن. ده حاجه جسمك بيحتاجها، جسمك ما بيقدرش يصنعها، لازم تاخدها. ايا كان بتعمل بقى تمرينات سباحه، بتعمل تمرينات رفع اثقال، بتعمل تمرينات قوه، على شكل عضلتك يبقى حلو، لازم تاكل بروتين بصوره كويسه. ماشي يا عم محمد. كده خلصت اسئلتك. نكمل بقيه الاسئله. عمرو محمد عايز اخلص من اخر منطقه البطن، وزني نزل والمنطقه دي معقداني. بص يا عمرو، لازم تمشي على نظام غذائي كويس، نظام غذائي، وتبقى متابع مع كابتن محترم، كابتن فاهم هو بيعمل ايه. عادي جدا انك تنزل في الوزن، بس لازم نظامك الغذائي يتغير على حسب وزنك. يعني انا مش مجرد ان انا عملت لك جدول التغذية الاسبوع ده هتمشي عليه لمدى الحياة، لا، انت جسمك بيتغير. عايز جدول تغذية كل اسبوعين 3 على حسب النتائج اللي انت وصلت لها. يعني انت دلوقتي جسمك بيوصل لمرحلة اسمها البلاتو، جسمك بيقف عند حاجة معينة، عند ليميت معين ما بيقلش تاني. فانت لازم تظبط الاكل عشان تنزل تاني في الوزن وتنزل وتحرق دهون. الموضوع كله لعبة اكل، ما تشغلش دماغك باي حاجة تانية، هو الاكل. ظبط اكلك هتلاقي المشكلة دي اتحلت. السؤال اللي بعديه وليد زكريا عايز ازود وزني من غير ما اروح الجيم، اعمل ايه لو سمحت؟ تزود وزنك هتاكل اي حاجة سعراتها الحرارية عالية، هتاكل سوداني، هتاكل افوكادو، هتاخد زيت زيتون. الحاجات دي كلها سعراتها الحرارية عالية، دخلها في يومك وهتزيد. عندك برضو اقراص الخميره بتزود جدا. عندك الفينو ده يا شباب من اكتر حاجه بتتخن عن تجربه. السؤال اللي بعديه نمر ممكن تعمل فيديوهات عن طبيعي او لا؟ يعني كابتن ممكن تعمل فيديوهات عن طبيعي او لا؟ مش فاهم. قول السؤال تاني. ما تنساش في اخر الحلقه لو عندك اي سؤال اكتبه تحت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.